السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه معاكم سردين البسارية ده. انا بحبه قوي. جايباه انشوقه من عند بتوع الفسيخ. عجبني قوي. ما تعرفوش طعمه عامل ازاي؟ عامل زي الفسيخ بالظبط. جبت 3 كيلو. بغسلهم كويس بقى واحط عليهم زيت وخل واظبطه كده، وبعينه في التلاجة. وكل ما بعوز حاجه حادقه كده باخد حاجه بسيطه. اللي يقول بقى حلو ووحش انا بحبه، كل واحد وبراحته. جبتهم بقى وبغسلهم كويس كده لغاية ما المية بتاعته تبقى زي القشطة بيضة خالص. بصوا عامل ازاي جميل، هيعجبكم قوي. ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. مشغلة بقى عليه المية كده لغاية ما يتغسل خالص ويبقى زي القشطة. بصوا عامل ازاي جميل كده. بقى بصفيه بقى في المصفى عشان يصفى خالص. ومشغلة برضو عليه المية برضو، وانا بفضيه كده في المصفى. انا عايزاه زي الفل. الله على الجمال، والله طعمه تحفة. لو انتوا جربتوه وجبتوه هيعجبكم جدا. وانا بحب الحوادق اولا. هو في ناس كتير ما بتحبش الحوادق، بس دي كل واحد وحريته الشخصية. مشكل بقى، فيه كبير وفيه صغير، كله على بعض. ده الكيلو منه ب40 جنيه. بس طعمه هيعجبكم قوي. في ناس بينضفوه خالص وايه، ويحطوا عليه زيت وخل وليمون. بس انا بقى ايه، يعني متعودة اصفيه كده. بغسله غسلة ديت. وبعدين بقى ايه، بحطه في علبة واحط عليه خل والزيت وبسيبه كده. واحنا بناكل بننضفه بقى عادي. بصوا عامل ازاي. انا بفتح لكم كده اوريهولكم من جوه، قلبه احمر من جوه. انا صراحة طول ما انا قاعدة اعمله قاعدة اكل فيه من حلاوته. احط عليه بقى شوية زيت كده محترمين. ولو عايزة بقى تحافظي على الحدوقية بتاعته بتحط شوية خل عليه، مش كتير قوي. بس كده ما بحطش حاجة تاني. انا كده خلصته. بركنه بقى في التلاجة، كل ما بعوز منه باخد. بس كده. يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير. مع السلامة.